دافيد لويس بيدرى يسرى كرة عرضية من هناك على الجهة اليمنى ناحية هولك، يوقف الكرة يبحث عن المراوغة والمساندة دائما عند الكرة، تبقى الكرة دائما برازيلية. أوسكار هولك مرة ثانية يرفعها في القائمة الثانية، فريد خطيرة، الهدف جول. فريد يفتح مجال التسجيل ويشعل المباراة، يسجل أول هدف في هذه المباراة في الدقيقة الثانية من انطلاقة اللقاء. فريد لاعب نادي فليمينانس المطلوب في مانشستر سيتي، يباغت الاسبان ويباغت البرازيليين ويباغتنا بهدف اول في الدقيقة الثانية من عمر المباراة. بعد هذه الكرة من هولك رجعت الكرة لأوسكار، رجعها لهولك مرة ثانية، يرفعها للثنائي كل من نيمار وكذلك فريد. وجد الكرة امامه وباغت كاسياس، الكرة امامك. هدف مباغت وطريف ورائع لصالح منتخب البرازيل في الدقيقة الثانية. المباراة تشعل في بدايتها. سمعتم من دون شك مشاهدي الافاضل جماهير البرازيل في بداية المباراة تدرك جيدا الجماهير ويدرك البرازيليون جيدا اليوم بانهم امام عمالقة الكرة العالمية، امام ابطال اوروبا وابطال العالم. يجب ان تكون البداية هكذا ساخنة وحارة وشديدة وضغط كبير جدا على الاسبان. ناحية المتوج اكثر، هولك عنده الكرة الان في وسط الميدان، هذا الكرة لاوسكار وانطلق اوسكار في السرعة، اوسكار لنيمار، هي صعبة يزرع المنتخب البرازيلي. نيمار هو الهدف الثاني، نيمار يرجع لاوسكار، اوسكار لنيمار، توقف نيمار، جول كل هذا يا نيمار؟ أنت الصغير، من أين لك كل هذه القوة؟ قوة في التسديد، حطها على يمين الحارس ميكيل كاسياس. يا لها من تسديدة صاروخ، يا لها من تمريرة، ويا لها من توغل. نيمار يقتل الإسبان، يسجل هدف ثاني ولا كل الأهداف. هدف ثاني قاتل يا نيمار. هل كان في وضعية التسلل أم لا؟ هل كان في وضعية التسلل أم لا؟ هنا متسللا، خرج من الوضعية، لم يكن متسللا، استلم حطها على يمين الحارس كاسياس. يا لها من تسديده داخل منطقه العمليات. اوسكار انتظر، نيمار لم ينتظر، سدد بقوه في الزاويه التي لا تصد ولا ترد. يا له من هدف ثاني عن طريق نيمار، الساحر البرازيلي فعلها وسجل اول اهدافه على كاسياس. هل سيفعلها العام المقبل ضد الريال مع فريق برشلونه يا نيمار؟ هدف ثاني ولا اجمل منه يا نيمار. هدفان مقابل صفر للبرازيل امام الاسبان. السحر امام الماتادور اليوم. يا له من شوط ويا له من مباراه ويا له من برازيل. برازيل احسن الايام وبرازيل اليوم. ودافيد لويس الجهه اليسرى، مارسيلو وسط الميدان، باولينيو وغوستافو، اوسكار، هولك، نيمار وكذلك فريد. كره صعبه، فريد والهدف الثالث. الهدف الثالث لصالح المنتخب البرازيلي في الدقيقة الثانية أيضا في نفس توقيت الهدف الأول الذي سجله فريد. فريد يلتحق بفرناندو توريس ويصبح هداف هذه الكاس ويسجل الهدف الخامس له في كاس الكونفدراليات والهدف الثالث للبرازيل. الإسبان يجب أن نعود إلى زمان لكي نشهد نتيجة مثل هذه. عندما خسر بالثلاثية سنة 50 خسر بالسداسية أمام الإسبان أمام البرازيل، ها هو في الماراكانا ينهزم بثلاث أهداف مقابل صفر مع انطلاقة الشوط الثاني. طبعا الآن نقدر نقول بأنه دفع ثمن الإرهاق الذي نال منه في المباراة النصف النهائية، دفع اليوم ثمن الحيوية والاندفاع والإرادة والحضور الكبير جدا الفردي والجماعي للاعبي المنتخب البرازيلي. هدف غير متوقع لصالح البرازيل.